بسم الله غنبداو كنوجدو فيها الحدايد، نشبرو بطرقه وغنضربو على هاد الحدايد يزول. انا ماشي هادشي غيجي واعر، انا كنواعدكم بان غتجي شي حاجه واعر. صبروا معايا ما تزربوش. ها هي واو كبيره، اكبر بوريه. السلام عليكم الاخوان، كنتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم معنا في نهار جديد ومرحبا بكم معنا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله في الفيديو غيكون عندي واحد التحدي نصطادو بالقوس اولا بالنشاب في وسط الواد، والحوت اللي غنصطادو غنطيبوه في الاخرين ديال الفيديو. هادشي اللي غيكون اليوم ان شاء الله في الفيديو. ما نطولش عليكم، نبداو التحدي ديالنا على بركه الله. فرجه ممتعه. وصلت للواد، دابا غنبداو كنوجدو في هذا القوس ولا النشاب. قبل ما نبداو نوجدو ضروري نوري لكم المعدات ولا الادوات اللي غنحتاجو. ما كاين حتى شي تعقيد، هادشي اللي غنوري لكم اليوم متوفر فين ما مشيتو، غتجبروه غير مسيف في الطريق. ولكن غتكون شي حاجه غتخرج شي حاجه ان شاء الله واعره، انا متاكد. اول حاجه واهم حاجه في هذا النشاب هما هاد الحدايد ديال المضوله. كما كتشوفوا انا هاد الحدايد المضوله كنصطاد بهم بزاف. سبقنا صاديت بهم البط، وسبقنا عملنا بها الرمح، صادينا البوري في الفيديو اللي فات. وهاد المره غنعدلو بهم النشاب اولا القوس. غنحتاجو 5 د الحدايد بالمضوله اولا الباراسول. غنحتاجو مطرقه كما العاده غنحتاجو الموس، غنحتاجو الموس الصغير، غنحتاجو السكوتش، غنحتاجو الخيط اولا السيور في الصباط، غنحتاجو هاد الجوات اولا الغلوقه بالسيلوات. غتجبروهم دابا موجودين، العيال كيقراو، اللي عنده شي واحد في الدار يديها منه. وغنحتاجو الصنايه، الصنارات اللي كنصطادو بهم الحوت. من بعد نشرح لكم شنو غنعدلو بهم. هادو كنصطادو بهم بالبالانكري على الصنور، واليوم غنجربهم. المهم خلي ساعه نشرح لكم شنو غنعدلو بهم. وعندي حتى المسامر صغاري. وغنحتاجو العواد. هاد العواد هادو موجودين هنايا في الواد، دا بردي، خصهم يكونوا يابسين. كنحيدو لهم ديك الصوفه ديالهم، وكنخليوها البلاصه هذه اللي فيها الصوفه كتكون قاصحه شويه، وكنقطعوا القياس اللي خاصنا. المهم عندي هنايا 1 2 3 4 5 تهرسوا. نقدر ندبر اخرين هنايا ما تهرسوش مزيان، هما اللي غنصطادوا بها. دابا غنبداو كنوجدوا في اول حاجه هما هاد الحديد هادو. هاد الحديد هادو خصني نحيد لهم هاد الخرصه بحال المره اللي فاتت باش ما تبقاش يدبرني في يدي. بسم الله غنبداو كنوجدوا فيها الحدايد، نشبرهم بطرقه، غنضربوا على هاد الحدايد يزول. صعابين شويه، ما كيبغيوش يزولوا ضحك. ها هو هذا اول واحد. غير غنحيدو هاد الحدايد صافي، ما غنعدلو حتى شي حاجه اخرى. الحديد غنخليوه بكمال. صافي حيدت لهم ديك الحدايد اللي عندهم في الوسط. دابا هادو واجدين. اليوم ما غيكونش بزاف ديال التعقيد. هذا الرمح غنعدلوه دغيا بالزربه. دابا غنجيبو ديك السكوتش كحال وغنلويوه على هاد الحدايد ب5 بهم مع بعض. غنعاوطهم مزيان، وغنبدا كنلوي عليهم هاد السكوتش كامل. يعني هاد الحديد كامل غنغطيه بهاد السكوتش كحال. بسم الله. والله ما نعرف هادشي واش غيصدق لنا اليوم ولا لا. هذه اول تجربه معاكم.
بهذه الطريقه. انا ماشي. هادشي غيجي واعر، انا كنواعدكم بان غتجي شي حاجه واعره. صبروا معايا ما تزربوش. صافي هذا واجد. عرفتو كيجي صحيح، واخا كيتروض كيرجع للبلاصه ديالو. دابا غنجيبو الخيط وغنركبوه. هذا صغير غنجربو، واذا صدقنا المره اخرى نشوفو كيف شي طريقه نعدلو شي نشاب يكون كبير. ولكن هذا واخا صغير الضربه ديالو غتكون مجهده ان شاء الله. غنشبر الخيط بالصباط ولا هاد السيور، نعمل واحد السريفه. سريفه عاديه وغنربطها في واحد الطرف. وغنعاودو نزيره. صافي هاد القوس ولا النشاب واجد. دابا غنجربو. سمعوا لي الصوت. اهم حاجه في القوس ولا النشاب هو هاد الصوت هذا. القوس واجد. دابا غنمشيو نوجدوا له السهام ديالو. نشبر هاد العواد ابردي يكونوا يابسين باش كيكونوا خفافين كيمشيو مزيان. نشبر الموس وغنبقى نعاود وغنبدا نعاوطو. نعاوطهم باش اذا ضاع لي شي واحد يكونوا اخرين عندي موجدين عليه. غنوجدهم ب5 بها. نعدلهم احتياط. صافي غنشوف القياس اللي خاصني. عرفتو على جهد فيه. اذا مزيان. اول عود واجد. دابا هاد العود هذا غندي عليه القياس. 5 بها ما يكونوا نفس القياس. صافي هاد العواد واجدين. وباغا نجيبو هذيك الجواد ستيلو والمسامر والصناير وغنوريكم شنو غنعدل بهم. غنشبرو هاد الجوا ستيلو وغنحيدو له هاد الطرف هذا اللي زايد. غنجمعو. صافي هذا زاد. غنشبر المسمار. هاد المسمار غير غنجربكم به. حنايا غنصادو بالصناره، هذه هي غنعوجوها. غادي نرجع نتلقى في هاد المسمار باش تدخل في الحوت ما غتزولش. هاد المسمار اذا تصاديت به غيجي في الحوت والحوت غيخرج وغيهرب. غنحشيها في وسط هاد المسمار، غنحشيه في وسط هاد الجوا. هادشي اللي كنوري لكم ما ننصحش به الدراري الصغار. هادشي خطير
غنشبر واحد العود. وهاد الجوا والمسمار غنمشيو من هنايا في العود. صافي واجد. هو هذا السهم ديالنا. عرفتوا هاد السهم شحال خطير ولا لا؟ ساعة نجربو غتكتشفوا معايا كيفاش كيمشي والسرعة اللي كيمشي بها والمسافة اللي كيمشي. والله الا واحد السرعة خيالية ما غتيقوش. باغا نوريكم هاد الصنارة كيفاش غنعدلو. غنشبر هاد الصنارة وغنسلقها بحال المسمار، مابقاش هيدا معوجة. نشبر من الطرقة وغنضرب عليها. الصنارة طلقت لها بحال المسمار رجعت. نشبر واحد الجوا. وغنحشيها في وسط. الرمح صغير. نشبر واحد العود. وصافي دابا كلشي واجد. دابا غنمشيو نجربو هذا الرمح ونشوفو واش غيمشي مزيان، واش غنعرفو نيشو بيه ولا لا. غنشبر شي قرعه غنعمرها بالماء وغنزلها بعيده وغنشوفو واش غنواليوها. هذا نخليوه غنصطادو به الحوت، وهذا غنجربو به. غنزل هاد القرعه صغيره هنايا بالدراع باش كتبان. غنشبر العود وغنربط فيه هاد الميكا. ما جبرتينا القراعي كبارين ولا شي حاجه نضرب عليهم. المهم غنضرب من واحد المسافه بعيد. هادي كتحرك. والله حتى واليتها. دابا غنجيب ديك السهم ولا العود وغنعاودو نضربو على القرعه اللي لتحت وغنشوف واش غنواليوها. من اول ضربه وليت الماء الميكا تقبتها واحد الثقبه فيها كبيره. نعاود نضرب على الميكا. واخا كتحرك واليد. كما تشوفوا معايا هذا الرمح كيمشي مزيان، وهاد الميكا وليتها شي 4 ولا 5 المرات. دابا غنمشيو نجربوه في البحر، عاد غنبداو كنصطاد غنشوفوا المسافه اللي غيضرب، يعني شحال المسافه غيمشي، عاد غنبدا نصطادو ان شاء الله. علاش كنجي لهاد البلاصه بزاف؟ لان الواد نقص منه الماء، مبقاش فيه الماء بزاف، والماء صافي والبوري كاين بزاف. هاد الظاهره هذه ولا هاد الفرصه هذه ما غتعاودش من هنا العام اللي ما جيو محال. كيطيح الشتا كيكبر الواد الحوت ما كيبقاش هنايا وكيرجع الواد كبير والماء معكر. غنستغلوا هاد السيمانه هذه على ما يطيح الشتا، نصطادوا البوري هنايا، نجربوا الرمح، نجربوا الطراح، نجربوا هاد بزاف ديال الطرق جداد الصيد على ما نطلق يدي في الموطور، عاد غنخرجوا لبلايص اجدادي. دابا انا وصلت للواد، محاشاش غنشبروا شي حاجه الماء نقص بزاف. الواد ما بقاش فيه الماء مره، والله ما نعرفش غنعمل واش تزرفت اليوم ولا لا. ما يمكنش. وصلت للواد دابا. هاد البلاصه هذه اللي كتشوفوا معايا هذه كامله كيكون فيها الماء، كيكون البوري. ابان لي القضيه غتكون ناعسه اليوم، ما كاين حتى شي بوريه في الواد والماء نقص بزاف. غنمشيو نجربوا نشوفوا البوري واش يهبط للبحر
وغنستناو حتى عمار الماريه ونشوف واش البوري غيطلع لهنايا ولا لا. هذه كامله كتكون الماء والبوري كيكون هنا موجود كما تشوفوا معايا الفيديوهات اللي فاتوا. ولكن دابا الواد الماريه خاويه، الواد ما فيه والو، د الماء شويه د الماء هابط، وهذا الماء هذا ما غيطلعش معاه البوري. بان لي الليهان كاين شويه البوري ولكن صغير، او كينقز البوري صغير. نشوف واش غيبان لي معاه شي حاجه كبيره. دابا انا فين البلاصه اللي كيتلاقى فيها الواد مع البحر. بالنسبه للواد نقص منه الماء بزاف وفيه غير البوري الصغير. غنجرب نصطاد على ديك البوري الصغير وغنشوف واش غنشبره على ما عمر الماريه ونشوف واش غيطلع البوري كبير او لا. التزريفه بشحال هادي وانا كنقول خصني نجرب هاد الطريقه اكثر من عام والزياده، وانا خصني نجرب هاد الطريقه نصطاد بها. واليوم اللي وجدنا كلشي جيت جبرت الواد الصغير بزاف. انتم شفتوا معايا كيفاش رجع. قبل ما نمشي نصطاد ديك البوري الصغير غنضربوا غنجربوا هاد العود نشوفوا حتى لين غيوصل. غنضربوا لهاد الاتجاه ونشوفوا المسافه اللي غيمشي. ما عرفتش واش نخلي لكم الكاميرا هنا ونمشي كنجري وغتشوفوا شحال ديال الوقت استغرقت حتى وصلت. المهم غنمشي كنجري ونرجع. والله الا علينا سخاف. شو على مسافه ضربت باش مشيت جبت، والله الا كيمشي بزاف. ها هي اول بوريه. والله حتى شبرت اول بوريه، اول بوريه بالرمح. شوف فين حكمت. خساره هادي واقيلا اكبر بوريه كاينه هنا. المهم غنخليها ما غنسلقولهاش. الحمد لله شبرت اول بوريه بالرمح، ماشي بالرمح بالقوس. نحيدها عرفتو لاصقه مزيان. شبرت غير شي جوج ولا شي ثلاثه بحال هكذا. غنعدلو الغدا ما شبرتش البوري. نقدروا نستناو حتى عمار الماريه ونشوف واش غيطلع الكبير ولا لا. المهم غنزل هذه ونرجعوا نصادوا هذا الصغير هذا. اهم حاجه اننا نجحنا باول تجربه. اول نهار شبرنا البوري اول وحده. انا رجعت للواد كنشوف غير البوري اللي كبير، واخا هذا هنايا كامل صغير ولكن كنشوف البياسات اللي مزيونين واعر. ها هي البوريه الثانيه صغيره. هذه والله الا غير جات فيها وصافي، والله ما بغيت نضرب. بقى بالروح مشات. واحد البوريه كبيره. ها هي تبارك الله. هانتوما هذه كبيره على قبايل. دابا هذه الثانيه. شوف فين واليد. هذه كبيره. خوت شبرت البوريه الثانيه بالرمح. هذه هي اكبر بوريه كانت في الواد اليوم شبرت. غنمشي نعدلها مع اختها ورجعوا نصاد. انا قلت لكم خساره ما كاينش الكبير، ولكن هذه واعره مزيانه جايز. ضربه وحده جوج جات فيهم ما عندي ما نعمل. بحال اللي كتكون غاطس وكتضرب جوج الحوتات ضربه واحده. الكبار غلط عملت، ضربت على الحوت وطلقت لك العود. ما عرفتش فين هو، واش باقي هنا ولا هبطوا الواد لتحت. مشى العود اللولي. غنجرب هذا اللي عنده المسمار. واذا شبرت الحوت غنبقى نصطاد به، واذا هاد الشتم كيهربوا لي غنمشي نعدلو الصناره احسن. ها هي ضربتها في راسها.
غنمشي نعدلها مع خوتها، جات فيها الضربه. انا قلت لكم هادو غيبقاو كيهرب. ها هي هربت والله، حتى هربت. ها هي معقوله خرجت والله الا خرجت. احنا ماشيين شويه مورا شويه، غنزيد نصاد شي جوج ولا ثلاثه بوريات وغنمشيو نعدلو الغدا. انا اليوم ما جبت معايا والو والله، ما جبت شي حاجه من غير الماء بوحدو والماء والسلال. خصني دابا نشرب من الواد. بدات كتعمر الماريه، الواد ما بقاش يصير بحال قبايل، زاد فيه الماء. دابا غنستناو يطلع البوري الكبير، واذا طلع البوري الكبير غنبقاو كنصطادو. ما طلعش البوري الكبير بقى غير هذا الصغير، صافي غنوقفوا الصياده. واذا بغيتو نعاودوا شي تجربه نصطادوا لكم بالنشاب، حنا كنسميوها النشاب هنا في المنطقه ديالنا، اولا هذا قولوا لي المناطق ديالكم شنو كتسميوه. المهم نرجعوا نصطاد. وليد شبارت ضربتها في الراس. صافي ما عندها فين نمشي، نمشي نعدلها مع الحصيله ونرجعو نصطاد. ها هي برافو كبيره، اكبر بوريه ضربتها وهربت. قتلها عاد نشبرهاش ما تهربش. ها هي اكبر بوريه لحد الان هي هادي، تبارك الله. يلا بدا كيطلع البوري الكبير هذا، ضربتها وخرجت. هاد الصناره هادي ديك الحلقه ديالها تهرس لي مشالي. دابا الحوت كيخرج، واخا كنضربو كيخرج منه. غنمشي نعدلها مع الحصيله، نعدلها هنا. غنوقف الصياده، غنمشي نجيب العواد ونرجع. صافي دابا غنتغدى. خلي غير الكبير اللي غناكل صافي. بوريات كبارين، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة 8 البوريات شبرت اليوم بالنشاب. غنمشيو نشعلو العافية. غنبدا كنشوي فيها البوري. بسم الله. الأولية والثانية الثالثة 4 البوريات هما اللي غنشوي. صافي صبروا عليهم دابا يطيبوا. البوري بارك عليه طاب مزيان، قريب نحرقو. نحيدو والله الا شويتو مزيان زلفتو. هادي اللي محروقه غير الجلده ديالو، غير البشير من برا. اما من داخل طيب واعر. دابا غنمشي لشي بلاصه وغنريح وغناكل فيها هاد البوري على خاطري. بسم الله. غنبداو كناكلو، غنشوفو هاد البوري كيفاش جا.
والله الا البوريه المره جاني الجد احسن من المره اللي فاتت. قالت واحد المره دابا عاد دبرت عليها البوري طايب كلاتو. كما كنقول لكم انا ما كنجيب معايا والو، خصني نصطاد الحوت ونطيبوه هنايا. البساطه كنرجعكم معايا لشحال هادي، تفكروا الايامات رجعكم معايا للعصور الوسطى ولا العهد الحجري. نبقاو نصطادو بالحجار وناكلو فوق الحجار ونعسو في الغيران. والله لا البوري طلع واعر. واخا البوري ما كانش اليوم بزاف، عملت المجهود ديالي ما امكن. والله الا كنت غنعمل من ناقص ما كنتش غنزيد نكمل على الفيديو حتى لشي مره اخرى. غير توكلت على الله وبقيت كنصطاد تبارك الله. شبرنا غير ما ناكلو بعدا مبقاوش بلاش. وها الفيديو دابا غندخلو لكم. يلا غناكل هاد الحوت هذا غنساليه وغنتلاقاو من دابا شويه. شوفوا لي على الحمى كياش بيضه. واعر. وصلنا للنهايه الفيديو. جبرتوني غنمشي بحالي. الحمد لله توفقنا في هذا التحدي بحال باقي التحديات. التحدي ديال اليوم كان صعيب بزاف. نعدلو لكم النشاب ولا القوس ونصطادوا به الحوت في وسط الواد. بالنسبه للقوس عملته جاني ساهل، ولكن ملي جيت نصطاد الحوت في وسط الواد جبرت الواد خاوي من الماء وخاوي حتى من الحوت. نهار وانا كنصطاد يلا باش شبرتكم هاد الحصيله هادي. اذا عجبكم هاد الفيديو بغيتو نعدلو شي تحدي ولا نعاودو نصطادو بهذا النشاب، خليو لي التعليق ديالكم اسفل الفيديو. وقبل ما نسالي الفيديو ضروري ما نشكركم كاملين بالنسبه للناس اللي كيعدلوا لي الاعجاب بالفيديوهات، وبغيت نشكر حتى الناس اللي كيعلقوا لي على الفيديوهات، ونشكر الناس اللي كيبارطاجيو الفيديوهات ديالي مع الاصدقاء ديالهم. بكم ان شاء الله غنستمروا. واذا الاخوان اول مره كتشوفوا الفيديوهات ديالي ما نساوش انكم تهبطوا لساحات، اشتركوا معايا في القناه وفعلوا معكم زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا ان شاء الله. واذا الاخوان ديجا مشاركين معايا في القناه حتى نتوما هبطوا لساحات، عدلوا لي الاعجاب بالفيديو وخليوا لي التعليق ديالكم اسفل هالفيديو باش كتحفزونا نعدلوا لكم الجديد. وما نساوش الشعار ديالنا لسنا الافضل لكن لنا اسلوبنا الخاص. تلاقاو في شي فيديو اخر وموضوع جديد. مع السلامه.